بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهارده ان شاء الله جايبه لكم فطائر سهله وجميله جدا جدا وبسيطه ومش مكلفه ولا حاجه، ان شاء الله ان شاء اقل تكلفه باذن الله. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف وصفتنا. معايا كيس خميره اللي هو الكيس الصغير دوت، معلقه سكر ونص كوبايه لبن. مش موجود لبن يكون عندكم الخير كله يا رب ان شاء الله. يبقى نص كوبايه ميه او علبه زبادي، اي حاجه موجوده عندك. اوكي ماشي. انا هعملها بعصير البرتقال. انا اخدت نص كوبايه اللبن دي بس، لكن هكمل العجينه بعصير البرتقال. دوبت الخميره كده في معلقه السكر واللبن، وحطيت 4 معالق دقيق وقلبتهم كويس وغطيتها وسبتها تخمر زي ما انتم شايفين كده. دي طريقه عمري ما هستغنى عنها ان شاء الله ان شاء الله، لانها بتدي طعم وهشاشه وطراوه وريحه وخفه. يعني بيبقى طعم الحاجه قريب، يعني اقول لك 99% اكنك جايباها من الفرن ان شاء الله. صلي بسم الله الرحمن الرحيم كده، نصلي على النبي. انا معايا كوبايتين عصير برتقال. البرتقال البلدي مالي السوق، والكيلو ب10 جنيه او ب12 جنيه ونص. ومعايا بيضايه واحده، وهقول لكم المفروض انا استخدم بيضتين، بس انا بدل ما اجيب بيضه بيضتين خدت بيضه واحده، هقول لكم ليه. ومعايا بشر البرتقال اللي انا عصرته، ومعايا قرفه، ومعايا معلقه عسل اسود. العسل الاسود قلت لكم قبل كده انا بستخدمه ليه، علشان بيطري لي اللقمه، بتقعد معايا فتره طويله طريه وهشه وخفيفه. ومعايا نص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت ممكن نستبدلها بزبده، ممكن نستبدلها بزيت ممكن. ومعايا معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعايا رشه ملح، ومعايا 3 معالق سكر. مش هتحطي عسل، بحطي 4 معالق سكر. ومعايا بيضه. انا بقول لكم هنا البيضه دي المفروض كنت استخدم بيضتين، فانا استخدمت بيضه واحده وهقول لكم ليه. انا حطيت بقى معلقه الخل، وحطيت الملح اللي هي ربع معلقه صغيره ملح، وحطيت بيكنج صودا. عايزه تستغني عنها مش موجوده استغني عنها. وحطيت كوبايه عصير برتقال، وهحط ربع كوبايه التانية كده، وبعد كده لو احتاجنا هنزود واحده واحده. وهحط 3 معالق سكر زي ما قلت يا حبيبتي. مش هتستخدموا عسل، استخدمي 3 معالق سكر. 3 معالق سكر يكونوا هرميين كده. انا وخدت معلقه صغيره قبل كده منهم للخميره. اخدت كان معايا المفروض يبقى معاكي 4 معالق، تاخدي معلقه للخميره والباقي تعجني بيه. هتحطي عسل شيلي منهم معلقه. وحطيت بشر البرتقال وبشر الليمون. في ليمون حطي بشر ليمون. انا البيضه ديت بصفرين. انا قلت بدل ما اجيب بيضه بصفر بيضتين مثلا، احط بيضتين ب7 جنيه ولا ب10 جنيه باين، اخد بيضه واحده. اخد بيضه واحده واخد منها الصفار اللي انا هحتاجه، والبيضه الكامله هتبقى فيه البياض والصفار بتاع البيضه. يبقى هي بيضه واحده بصفارين. لو حابه تجيبيها وتستخدميها هاتيها. وهنحط فانيليا. عايزه تضيفي اي رايح، عايزه تضيفي قرفه، عايزه تضيفي اي حاجه ضيفي. ودوت ربع معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر. طبعا احنا عارفين اسم الكيس دوت ايه، اي بيكنج باودر هو ولا الاخضر دولك احسن حاجه في انواع البيكنج باودر. واقلبهم كده كويس، ادوب عشان السكر يدوب معايا، والملح والبيكنج باودر والكربونات، كل المكونات تندمج مع بعضها. وصدقوني جربوا الطريقه دي، انكم تخمروا الخميره في حبه دقيق الاول، معلقه سكر ولبن او ميه المتاح ليكم. هنجيب بقى الدقيق معانا وننخله. انا كان معايا كيلو دقيق، يعني الخميره اللي انا ال3 معالق دقيق دولك واخداهم من الكيلو دقيق. كيلو دقيق. طب افرضي طلعت جامده شويه، طبعا هنزود بقى معانا عصير برتقال. طب افرضي طلعت طريه، نحط معلقتين 3 دقيق بس، ما كتريش السوائل كتير. ان كترت السوائل كتير ولا حاجه هتزودي طبعا دقيق. في الحاله دي بزودي معلقتين زيت كمان زياده ولا حاجه. وهنقلبها كده بالمعلقه لحد كل الخليط السوائل ما تندمج بالدقيق او تختلط بالدقيق. وهعجن بقى، اعجنيها عجنه حلوه كده كويسه. كتر العجين بيدخل في العجينه هواء وبيخليها طريه وبيخليها هشه وخفيفه. وعند التسويه برضو بنضيف حاجه كده واحنا مدخلها الفرن. بسم الله ما شاء الله، بتخليها بقولك زي خبز الافران بالظبط، زي خبز الافران بالظبط. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتبصي تلاقي العجينه بتلزق في ايدك عادي، ما تقلقيش خالص. عايزاها حادقه ما تحطيش برتقان، بيستخدمي ميه. لو عايزاها حادقه ما تحطيش برتقان واستخدمي ميه او لبن او زبادي او رايب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هنا بقول لكم اخدتش كوبايتين لبن، اخدت كوبايه ونص بس، كوبايه ونص مع نص كوبايه اللبن او ربع كوبايه، لو عندك ربع كوبايه حليب او رايب برضو استخدميها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا حطيت معلقه سمنه، تحطي معلقه سمنه او مكعب زبده كده وتعجنيه. وبعد ما تلمي الدقيق بالمواد السائله كلها، بالخميره، بالبيكنج باودر، بالكربونات وبكل حاجه، معلقه الخل، احنا حطينا معلقه خل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطي معلقه السمنه او معلقه الزبده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. انا دولت كانوا باقيين من الكيلو دقيق، دولت كانوا باقيين من الكيلو دقيق. هنا بقى الكوبايه اللي كان فيها زيت، هصف بيبقى بعد ما نخلص كده بترصب هي نقطتين 3 زيت. هاخدهم، ما ترميش حاجه زي ما قلت لك، حافظي على نعمتك، ربنا يبارك لك فيها ويزيدك ان شاء الله. وتمسحي كده وش العجينه وتغطيها بكيس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لحد ما تخمر معانا كده. بعد ما خمرت كده اضيع التخمير بتاعها تاني. انا نسيت اوريكم الهشاشه والشبكه اللي بتكونها العجينه والخميره، بيبقى شكلها حلو قوي قوي، فقلت الحق كده، بس ما بانتش قوي زي ما كانت خمره كده، بيبقى تحسي ان فيها شبكه جميله كده، تعرفي ان العجينه بتاعتك ناجحه وهتطلع طريه وهشه ان شاء الله. والمعجنات بتاعتك حبيبتي لو عايزاها طريه ما تخليهاش ناشفه قوي او ما تخليهاش جامده قوي، والنار بتاعتك تكون حاميه، تكون نار سخنه، علشان تطلع العجينه معاكي طريه وهشه وخفيفه وطعمها جميل برضو ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا خدنا العجينه كلها كده وهنقطعها قطعه كده قد البيضه، قد البيضه اللي كانت معانا دي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، او اكبر شويه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكيلو دوت عمل لي كام واحده؟ عمل لي 20 قرصة أو 20 قطعة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. 3 في 5 15، اديهم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 4 في 5 20 قطعة، وفي قطعة كمان زيادة، يعني 21 قطعة. يعني الكيلو دي دوت وشيلنا منه 3 معالق، عمل لي 21 قرصة أو 21 من الفطائر. أنا هنا بقى هفردها، وبتبقى الفرد بتاعها رفيع علشان طبعا احنا بنبرمها عشان تستوي معانا كويس وتورق معانا. بتفرديها فرد رفيع زي رغيف العيش كده، او ارق من رغيف العيش. زي الرقاق الفلاحي دوت، لو كنتوا تعرفوها. هنشوف دلوقتي السمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتفرديها بطول حوالي شبر كده وصبعين ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. احنا شايفين الرفعة قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. عندك بقى مربى حبيبتي، عايزه تحشيها مربى، احشيها مربى. المربى دي كنا عملناها مع بعض قبل كده، مربى جزر على يقطين، على برتقان، جزر ويقطين وبرتقان، كان طعمها تحفه وجميله جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. عندك شوكولاته، احشي شوكولاته، سواء نوتيلا، سواء شوكولاته وتبشريها اللي هي الناشفه، او شوكولاته شيبس، احشي بيها. هنا بقى لو عايزاها حادقه تحشيها جبن او بسطرمه او عصاج، او ما تحطيش، ما تعجنيش بالبرتقال. هنا بقى بنحط الحشوه وبنطبق عليها كده تطبيقه نداريها، وبنعمل فتحات كده او خطوط طوليه، ما بنخليش الخط يوصل للاخر، ما يقطعش العجينه، يكون لسه ما العجينه ماسكه والخط مش مفتوح. اكيد ان شاء الله فاهميني. وبعملها كده زي الكحكايه كده، بس بدخله حاولوا لو عندك منقاش بتاع الكحك دوت، اعمليها كده، اقفليها بالمنقاش هتقفل على طول ان شاء الله. او تحاولي تدخلي البوز ده في البوز دوت، وتقفلي عليه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجاء حبايبي من فضلكم اذا الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكومنت حلو منكم، شفت السمك قد ايه؟ لقيتها لسه تخينه شويه ففردتها كمان شويه زي ما قلت. هحط بقى المربى، بس اذا استخدمتي مربى وجبتيها مربى جاهزه اتاكدي ان مكتوب عليها ان هي مش معموله بالجيلي، ما تكونش مربى داخل فيها جيلي، علشان لو في الداخل فيها جيلي هتسيح وتبقى عامله زي المربى في المعجنات معاكي، وهتطلع من العجينه
مش او هتفتحها وهتخلي شكلها مش حلو خالص. شايفين انا بفتح الزان، بقطع العجينه الزان او بعمل فيها الخطوط دي، ما بفتحش لبره، على جوه كده، واسيب الحرف ماسك، ما بقطعش الحرف عشان الف كده ويديني الشكل حلو. عايزه تعمليها كده وتفتحي، مش عايزه تفتحي اللي فيها على طول وبروميها. ممكن تعمليها زي القرص، ممكن تعمليها زي الكايزر، براحتك خالص. احنا عملنا اشكال كتير من المعجنات. لو تحبي تدخلي على القناة وتشوفي وتتفرجي هتعجبك حاجات كتيرة جدا بتكاليف بسيطة جدا جدا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبنحطها في الصاج. اللي هنا القرص معانا فيها مادة دهنية، بندهن الصاج معلقة زيت كده صغيرة، وبنمسحه بيها علشان خاطر ما تلزقش معانا. وبرضو دي واحدة تالتة اهيت، وهنشوفه دلوقتي كله وهو معمول مع بعضه. بنفتح كده ونسيب، برضو ما نفتحش للآخر، نسيب حتة علشان نلف فيها المربى، علشان لما تدخل درجة الحرارة لما تيجي تسيح كده ما تخرجش بره العجين ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذا لقيتيها خرجت بره العجين حبايبي، ما تحاولوا بقى تغطوها 5 دقايق كده، ما تسيبوهاش تبرد في الصاج عشان ما تلزقش وتنشف في الصاج. انا كده كنت خلصت الصاج زي ما قلت، طلع لنا 21 قطعه، 21 قطعه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ادي الصفار البيضه اللي كانت باقيه معانا، اللي احنا خدناها من البيضه ام صفارين. حطيت عليها 4 معالق حليب، وحطيت عليها معلقه عسل اسود ورشه فانيليا ونقطه خل علشان ما يبقاش في زفاره، وقلبتهم كده. مش عايزه تدهني بيض، وعايزه عندك بيض اللي هو الصفار الواحد ده، حطي بيضه واحده ودهني الوش زي ما دهنا قبل كده. معلقه عسل مع ميه، لو في لبن حطي ميه، حطي لبن. ما فيش لبن يجعل الخير عندكم كله يا رب ان شاء الله. حطي ميه ودهني بيها. ما فيش عسل، معلقه سكر ودهني بيها. لو عايزه تضيفي لو عندك عسل نحل ضيفي عسل نحل بدل ما نستخدم عسل اسود بالنسبه في العجين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندك سيرب كنافه او سيرب الحلويات الشرقيه، ضيفي معلقه من سيرب الحلويات الشرقيه دوت حبايبي. بيدي هشاشه وخفه وطراوه لمده طويله في المعجنات. انا هنا خلصت والعجينه خمرت. بعد ما بتخمر بدهنها بدهن البيضه ومعلقتين اللبن ومعلقه العسل ديت والفانيليا. بدهنها وبدخلها الفرن. بكون مسخنه الفرن ربع ساعه. لو الفرن والشوايه الاتنين بيولعوا مع بعض، بولعهم الاتنين مع بعض ربع ساعه. كل حاجه بتولع لوحدها، اولع من تحت بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واسيبه يسخن واحطه على الرف اللي في النص. طب حبه الميه اللي في ايدي دي لك ليه؟ بقول لكم انا لما ادخل الفرن ادخله على الرف اللي في النص. وبرش ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه كده في قاع الفرن، في ارضيه الفرن. علشان ايه؟ عشان يطلع لي بخار، يبقى الخبيز بتاعي زي خبيز الافران بالظبط، يديني طراوه. طب اللي فايده الميه ايه؟ الميه بتقفل المسام، ما بتخليش العجينه بتاعتك تفرش معاكي، ما بتخليهاش تبلط. البخار اللي بيطلع دوت بيقفلها من الوش على طول، بينشفها كده من الوش. حتى بعد 3 دقايق 4 دقايق كده افتحي الفرن وحطي ايدك عليها، هتبصي هتلاقي عامله طبقه ناشفه، يعني المسام بتاعتها قفلت بسبب البخار اللي احنا عملناه لها. هي الافران بره بيبقى فيها كده بخار بيشغلوه طبعا. بسم الله ما شاء الله. هنا بعد ما بتطلع من الفرن بغطيها واسيبها تطرى معايا شويه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طريه وزي الاسفنجيه. وزي ما قلت حبايبي، ممكن تحشوها زيتون، ممكن تحشوها جبنه تركي، لا بالبرتقال لا. شيلي البرتقال وعايزه تحشي حشوه حادقه، اعجنيها بلبن او بميه او بزبادي او برايب. بسم الله ما شاء الله. الحتت السوداء دي من الدهان اللي احنا كنا بندهنه، علشان كان بيقع في قاع الصاج فبيتحرق، فممكن بتتشال بيتحك بالسكينه وبتبقى زي الفل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين القطنيه، حته قطنه، حته سفنجه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يا رب استاهل لايك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنزل معجنات بالعجينه السمراء بالحبه الكامله ان شاء الله. اتمنى تشوفوها وتعجبكم، وهتطلع جميله جدا جدا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نوع الدقيق ايه؟
ده دقيق جميع الاستخدامات، دقيق عيش فينو. ممكن تروحي تقولي للخباز اللي بيبيع الحاجه كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ممكن تحطيها في الفريزر لو ولاد بيروحوا المدرسه، بتروحوا الشغل، تتحفظ في الفريزر عادي، والولاد قاعدين بيذاكروا مع كوبايه لبن او كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي، بسم الله ما شاء الله. بتسد الجوع كده، ومغذيه وجميله وحلوه، غنيه بفيتامين سي. فيتامين سي كلنا عارفين انه مقوي جهاز المناعه. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.